بيكم فيديو جديد. في الفيديو ده عايزين نشرح مع بعض خطوه بخطوه ازاي تفتح حساب بنكي مغلق في بنك في المانيا، تحط فيه الفلوس المطلوبه من السفاره علشان تقدم على فيزا، سواء انت مسافر تدرس في المانيا او تشتغل او تعمل تدريب مهني. الحساب المغلق ده احدى متطلبات السفاره لو انت بتقدم على فيزا لالمانيا في حالات اللي احنا لسه قايلينها، سواء انت تدرس جامعه او تشتغل او تعمل تدريب مهني. السفاره بتطلب منك اثبات دخل، وده مش بيكون في حساب بنكي في الدوله اللي انت جاي منها، ولكن في المانيا في حاجه اسمها حساب مغلق بتحط فيها الرقم اللي المانيا شايفاه ان ده بيكفي مصاريفك الشهريه للمده الاوليه بتاعه الفيزا، سواء مثلا 6 شهور او سنه. الحساب المغلق ده لازم تفتحه قبل ما تقدم على الفيزا، بتحط فيه الرقم اللي السفاره عايزاه، بيتقفل عليه بعد ما تسافر من المانيا ان شاء الله، بينزل لك منه كل شهر الرقم اللي بيغطي مصاريفك الشهريه. والفيديو ده عايزين نشرح خطوه بخطوه ازاي تعمل ده. طيب اول حاجه نخش على موقع البنك. البنك اسمه فينتيبا، ده بنك اونلاين بالكامل، انت محتاج تعمل فيه اكونت الاول، تفتح الاكونت عشان بعد كده تحول فيه الفلوس. ما تقلقش، انا عارف ان ده بيبقى رقم كبير وانت متعود او احنا متعودين ان انت تروح يعني بنك بشكل فعلي تديله الفلوس او تحول له الفلوس، بس ده خدمه امنه. البنك في المانيا وده يعني من اكبر البنوك واكثرهم شيوعا، عشان كده احنا هنستخدم البنك ده ان احنا نفتح فيه حساب البنك المغلق بتاعنا. اول حاجه محتاج تعملها ان انت تخش على اللينك، هحطه هنا في صندوق الوصف او تحت الفيديو. لما تخش على الصفحه اول حاجه ممكن نخليه عربي عشان هو فيه عربي، فندوس هنا العربيه. طيب الترجمه فيه العربي يعني شغاله، ساعات مش بيترجم احسن حاجه، بس يعني هنفهم هو احنا بنعمل ايه على الاقل كل المصاريف الاساسيه واحنا بنفتح الحساب. طيب اول حاجه هو بيقول لك احصل على فينتيبا بلس. هو في كذا باكج ان انت تفتح الحساب في البنك. اول حاجه ان انت تفتح بس الحساب المغلق اللي هو الباقه الاساسيه، ان انت بتحول فيه الفلوس اللي انت عايزها كل شهر المده بتاعه الفيزا اللي انت هتقدم عليها. هو بيبقى فيه رسوم حساب 89 يورو، دي مصاريف فتح الحساب، مصاريف بتتخصم اول مره بس. وبعد كده في رسوم شهريه 4 يورو 90 سنت، يعني 5 يورو كل شهر كل ما ينزل لك الدفعه بتاعه كل شهر. يعني مثلا لو دفعه 900 يورو فبيتخصم منها 5 يورو مصاريف الحساب. وفي باكج تانية او يعني باقه تانية اللي هي فينتيبا بلس، ده بيعمل لك تامين صحي مع الحساب المغلق. والتامين الصحي ده بيبقى فيه تامين، في حاجه اسمها تامين سفر. تامين سفر ده اللي هو بس انت لسه اخد الفيزا وعايز تسافر المانيا، فالسفاره بتطلب منك تامين سفر عشان لو حصل لك حاجه بس وانت مسافر مش في البلد اللي انت نزلت فيها، اللي هي يعني التامين الصحي العادي وانت عايش بقى في اوروبا او في المانيا يعني، زائد التامين الصحي الخاص او الحكومي. التامين الصحي بقى العادي لو انت مثلا عييت في المانيا ومحتاج تروح للدكتور، ده التامين الصحي العادي اللي انت بتعمله عاده اول ما بتوصل المانيا وخلاص جيت، فبتعمل تامين صحي عشان انت ملزم بده. فيعني الباقه دي انت بتعمل الحساب وهو مشتركين مع شركات بتاعه تامين صحي بيعملوا لك الحاجتين دول معاهم يعني كباكج مع بعض. القرارات الالمانيه في مصر مؤخرا بقت بتطلب من الناس اللي مقدمه على فيزا دراسه او تقريبا عمل ان هم يكونوا بالفعل عملوا يعني التامين الصحي ده اللي هو التامين الصحي الحكومي او الخاص، ان انت تروح بيه تعالج بيه في المانيا، زائد التامين بتاع السفر، الاثنين علشان يقدموا على الفيزا. حقيقه انا مش عارف ليه، يعني هو ده تصعيب الامور. عاده انت بعد ما تاخد الفيزا يعني خلاص جيت المانيا بتعمل الكلام ده، بس ده يعني هو لو طالبينه ده يعني لازم تعمله، فانت ممكن تختار الباقه دي. لو لا ممكن تعمل حساب مغلق، وبعدين كده كده ممكن بعد ما تفتح الحساب وتحول فلوس يعني تبقى تعمل الموضوع ده بعدين لو السفاره طلبته يعني. المهم الباقه الثالثه دي اللي هي فينتيبا بلس، ده تامين حمايه المسؤوليه، ده حاجه زياده عن اللزوم يعني، انت مش مضطر تعمل التامينات الزياده دي. لما تيجي المانيا ممكن تبقى تعمل تامين مع اي شركه ثانيه انت عايزها عشان هيبقى في عروض يعني ارخص من اللي هم متعاقدين معاها. هنفترض ان احنا هنفتح حساب مغلق بس دلوقتي، فانت تدوس هنا افتح حساب مغلق الان. هو رجع الماني تاني، فانت ممكن تروح مغيره تاني عربي، تدوس هنا عربش، وبعد كده تقول لك هو بيسالك هو انت مقدم على دراسه جامعيه في المانيا، فلو انت مقدم على دراسه بتقول نعم، لو لا فبتقول لا لدي اسباب اخرى. فنفترض ان انت مش رايح تدرس جامعه في المانيا ورايح مثلا رايح تشتغل مثلا، ان تعمل معادله او ان تدور على شغل، فنقول لا. بعد كده هو بيطلب منك ايه بقى السبب اللي انت رايح علشان. لو انت رايح تعمل المعادله فانت بتختار هنا عمل، وبعد كده هنا بيقول لك بقى احسب اجمالي المبلغ المجمد. المبلغ ده هو اوتوماتيك 992 يورو هو حاطه علشان هو عارف ان ده الرقم اللي دلوقتي السفاره بتطلبه. الرقم ده بيتغير مع الوقت علشان بدون تفاصيل كتير يعني، في الهيئه بتاعه البافوج دي اللي بتحسب قد ايه الطلبه محتاجين في الشهر ان هم يصرفوا على نفسهم، بيقدروا الرقم ده وعلى اساسه الحساب المغلق ده قيمته بتزيد تبعا للتضخم في المانيا. فهو لو السفاره يعني الرقم ده من السفاره بتقول ان انت تحط حساب مغلق بالشهر 992 يورو، فهو انت بتحط 992 يورو. لو انت مثلا جاي لك منحه او عندك عقد عمل مبدئي ان انت هتاخد فلوس من حد برقم معين، فانت ممكن تخفض الرقم ده على افتراض ان انت مثلا جاي لك منحه ب 300 يورو في الشهر، ان انت هتحصل على 300 يورو في الشهر لمده سنه، فيبقى 992 يورو دول انت مش مضطر تحطهم كلهم، ولكن ناقص 300 فيبقوا هنا مثلا 392 يورو. فزي ما انت شايف ان دول هيبقوا مضروبين في 12 شهر، والاجمالي هيبقى مكتوب تحت اللي هو 8393 يورو. لو انت ما عندكش منحه ولا حاجه فهو يبقى الرقم ده زي ما هو 992 يورو، وده اتاكد من الرقم ده اللي هم فعلا مطلوب منه دلوقتي علشان الرقم ده بيزيد يعني كل سنه
بيزيد حاجه بسيطه. بعد ما تحط المبلغ المحظور، هو مش محظور ولا حاجه، ربنا ما يجيب حظر مقصود يعني ان هو ما يبقى مغلق في الحساب، بتحط عدد الشهور اللي انت عايز تحط فيهم الحساب المجمد دوت. فده غالبا بيبقى يا اما 6 شهور يا سنه، ممكن اقل في حالات يعني مختلفه، بس لو انت مقدم على يعني فيزا لمده سنه فانت بتحط 12 شهر. لو 6 شهور ممكن تقلل ده تخليه مثلا كده 6 شهور. هنفترض ان احنا هنحط 12 شهر، فهو هيحسب لك ان هو اوكي انا عايز اقفل الرقم ده 11993 يورو، وده زائد الرسوم الاعداد الاولى متضمنين الرقم دوت. كده بتدوس متابعه، تختار جنسيتك، فهنا بتكتب ايجيبت، وبيسالك هل انت عندك جنسيه تانية، فتقول له لا ما عنديش جنسيه تانية. طيب هل انت عندك انت متجوز منفصل بلا، فتقول له لا غير مرتبط. هل لديك امكانيه للوصول جواز سفرك؟ يعني لو انت بتقدم على فيزا فانت اكيد معاك جواز سفر دلوقتي. ويسالك على عمرك، وبيقول لك انت بتدفع ضرائب في اكتر من بلد. لو انت مثلا عايش في مصر بس فبتقول لا انا مش بدفع ضرائب في حته تانية. وبيسالك على الرقم التعريفي الضريبي الخاص بيك. لو انت مش عارفه ممكن تقول له لا مش عارف وخلاص، يعني هم مش بيدققوا لو انت مش عارف ضرايبك في مصر عامله ازاي. هل انت خاضع ضرائب في الولايات المتحده؟ دي حاجه مهمه لاي حد مسافر اوروبا. لو هو بيدفع ضرائب من امريكا فهو لازم يفصح، علشان لو حد من امريكا بيفضل يدفع ضرائب برضه لامريكا، فتقول له لا انا لست مقيما ومش بدفع ضرائب في امريكا. نيجي هنا النقطه المهمه، هي عنوانك ده انت محتاج تحطه صح في الاول، علشان هو بيفضل يعني معاك شويه لحد ما يبقى عندك عنوان في المانيا. فلازم هنا تكتبه بالانجليزي. فعلى افتراض مثلا ان احنا هنقول واحد ساكن في شارع الطيران في القاهره، فهتكتب هنا الطيران ستريت وبعد كده مثلا دوت، فاوتوماتيك بيدور عليه، وبعد كده بيجيب لك البوكسات دي ان انت تملاها. فانت تكتب هنا كايرو اللي هو عشان من القاهره، وبتقول مثلا ساكن في عماره رقم 10. بعد كده توصل هنا الرمز البريدي. معظمنا مش عارف الرمز البريدي بتاعه عشان احنا مش بنستخدمه كتير في مصر. لو انت مش عارف الرمز البريدي بتاعك فانت ممكن تخش على ويب سايت اسمه find my postal code، هتلاقي مثلا اول موقع دوت وورلد بوستال كود، وبعد كده بتكتب فيه نفس العنوان اللي انت دخلته، مثلا الطيران ستريت نصر سيتي، وبتقول له تدور عليه. فبتشوف اقرب حاجه ليك، يعني بتشوف اقرب حاجه للعنوان اللي انت ساكن فيه فعلا، وبعد كده بتشوف البوستال كود بتاعه اللي هو الرقم البريدي، وبتاخده كوبي كده وبتحطه هنا. بعد كده تدوس متابعه عادي، وبعدين بيجي يعرض عليك تاني يقول لك مش عايز تشترك في الباقه البلس، اللي هو انت يعني يبقى عندك فينتيبا بلس اللي هو يعمل لك ترافل انشورنس، تامين صحي للسفر وتامين صحي بعد ما تروح. فانت ممكن تقول له ايه اتخاذ القرار ده لاحقا، يعني الاول الاهم بس انت تفتح الحساب، وبعد كده تشوف موضوع التامين ممكن تعمله بعدين. فهو بيقول لك هنا خد بالك لاقامتك في المانيا تحتاج ان انت تعمل تامين صحي كافي علشان تعرف تاخد الفيزا. على افتراض ان هو اوكي انا رحت سالت السفاره وقال ده المعلومه دي صحيحه، محتاج ان انت تعمل تامين صحي عشان تعرف تاخد التاشيره، فتقول اوكي اريد الحصول على التامين. فهنا بيسالك انت عايز تعمل تامين عامل ازاي. في اللي هو الخاص ده اللي هو مويستا كلاسيك للطلبه، ده تقريبا 30 يورو اللي هو 92 سنت في اليوم، 30 يورو في الشهر، وده يعني تامين صحي خاص مش حكومي. ممكن تعمله في الاول لو انت جاي تعمل معادله، مش مضطر تعمل تامين حكومي، علشان بعد ما ان شاء الله تلاقي عقد شغل التامين الحكومي بتعمله بيدفعه صاحب الشغل، انت ما بتدفعوش، او يعني بيتخصم من مرتبك. فتعمل ده، يعني ده ارخص حاجه في الاول لحد ما بعد كده تعمل تامين حكومي. فنقول نختار الباقه ديت. بيسالك بقى انت عارف انهي سفاره انت هتقدم عليها، فبتقول له وبعد كده بتكتب، ما تكتبش بالعربي، لازم تكتب له هنا الماني، فتقول له جيرمان، يعني الماني او انجليزي، فتقول له جيرمان امباسي ان كايرو، السفارة الألمانية في القاهرة. بعد كده متابعة. بعد كده بيبقى في شوية اتفاقات كتير محتاج تقراها، دي حاجات يعني إجبارية علشان أنت تفتح حساب في ألمانيا، فلازم تقرا يعني الحقوق بتاعتك واللي هو يعني البنك هيعمله بالاتفاقيات، إن أنت قانون غسيل الأموال، اتفاقية التجميد إن إحنا هناخد فلوسك ونقفل عليها وينزل لك منها كل شهر الرقم الفلاني وهكذا. فبتعمل تشوف الحاجات دي كده، تقول له أوكي أنا شفتها وعملت لها داونلود، وبتعمل تنزيل لجميع الاتفاقات ديت، وبعد كده تقول له أوكي أنا قريت الاتفاقيات دي نزلتها. بعد كده التأمين ده نفس النظام، انت هو بتفوض فينتيبا ان هو بعد كده انت بتعمل التامين ده، وهو بيخصم دايركت من الحساب بتاعك ال 30 يورو بتاعه التامين دي كل شهر. وانا قريت الشروط ويعني ايه التامين ده اللي بيغطيه والكلام دوت. بتقول له بقى قريت الكلام ده، وبعد كده توصل للنقطه دي ان انت عايز منك حساب بريدك الالكتروني. فندخل مثلا كده بريد الكتروني وكلمه المرور علشان تفتح الحساب. زي تاني هو بيأكد عليك عشان تبقى كل حاجة واضحة في الأول. رسوم فتح الحساب 89 يورو، 5 يورو دي المصاريف الشهرية، والتأمين الصحي اللي انت عملته ده هو تأمين صحي السفر، ده مجانا كادو من عندهم، وكل شهر بيخصم منك 28 يورو. ده تأمين صحي فعلا لما تعيا مثلا في ألمانيا وعايز عايز تروح للدكتور وتصرف دواء كده. بعد كده بتقول له افتح الحساب. بعد كده المفروض ان انا جالي بالايميل رمز، اوكي ده رمز اللي هو بيفتح بيه الحساب. بعد كده اروح انا اخدته كده كوبي، وبعد كده دخلته، فانا كده فتحت الحساب. ايه الخطوات
الخطوات الجايه وبيقول لك اهو ان انت محتاج ان انت تحقق هويتك علشان يفتحوا لك الحساب. ده شكل الحساب بعد ما انت فتحته، من هنا يا اما انجليزي يا اما الماني. بس محتاج ان انت تحط الباسبور بتاعك، وبعد كده بتعمل مكالمه هاتفيه كده فيديو من على الموبايل مع حد بيتاكد ان فعلا الباسبور بتاعك ده يعني حقيقي، اللي هو بيشوف انه ده حقيقي وان انت نفس الشخص. لو اتاكد من البيانات بتاعتك اللي انت مدخلها والباسبور، فبيفتح لك الحساب. والموضوع بياخد يعني مفيش يعني ممكن ياخد 24 ساعه عشان الحساب بس يتفتح. هو كده اتفتح يعني نظريا، بس هو ما اتفعلش، محتاج موظف انه يعمل معاك مكالمه تحقيق الشخصيه دي. اول ما الكلام ده يحصل بيظهر لك كده في الخطوات ان انت تمام، انت حسابك اتفتح ودي الرقم ودي بيانات الحساب، رقم الحساب اللي انت محتاج تحول عليه الفلوس بتاعه الحساب المغلق. انت ممكن تدفع بالكارت لو انت عندك حساب مثلا مصري وعندك كارت تماني عليه، ممكن تحول الفلوس دي دايركت وهي بعد كده بتتحول يورو. بس بتهيالي التحويل بتاعهم ساعتها بيبقى بريت وحش، او يعني فرق العمله بيبقى ان انت تدفع فلوس زياده. فالاحسن ان انت تحول دايركت بعد ما يديك بيانات الحساب على الرقم، يعني الرقم بالظبط اللي هم قايلينه. انت تروح البنك عندك الحساب مثلا باليورو في مصر، وتقول للبنك بتاعك هعمل لي تحويل بالرقم ده على حساب البنك ده. اول ما الفلوس توصل فبيجي لك على نفس الحساب بتاعك ان الفلوس وصلت، وحاجه اسمها بلوكينج كونفirmation او تاكيد غلق الحساب. تاكيد غلق الحساب ده زي الجواب ده بتاخده ان انت تروح بيه السفاره، وهو ده الجواب اللي انت محتاجه بس عشان تقدم على الفيزا. بيقول ان احنا في انتيبه بنقول ان الراجل دوت خلاص حول الرقم المطلوب منه ان هو يقفل الحساب المغلق بتاعه لمده 12 شهر بالرقم ده، والفلوس دي في الرقم ده. وبيبقى فيه زي لينك تحت من السفاره تاكد ان الوثيقه دي طالعه فعلا من فينتيبا، وان انت مش طابعها يعني على الفوتوشوب او كده. طيب ده كان فيديو قصير بيشرح لك ازاي تعمل خطوه فتح حساب مغلق دي في المانيا. لو عندك اي اسئله ممكن تقولي تحت في الكومنتات. اللينك عشان تفتح الحساب زي ما قلت هحطه تحت هنا برده في صندوق الوصف او في اول كومنت. ممكن تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس واشوفكم فيديو جديد.